هنتعرف مع بعض على الكلمات الإيطالية اللي موجودة في مصر وفي مجالات مختلفة. هنشوف دلوقتي بعض كلمات إيطالية كتيرة جدا موجودة في مجال زي مجال اللبس، الملابس. كلمات إيطالية موجودة كتيرة جدا في المجال ده في مصر وبتتقال كأنها كلمات مصرية. من أكتر الكلمات دي استخداما كلمة جوانتي. جوانتي جوانتي كلمة إيطالي؟ طبعا جوانتي كلمة إيطالي. جوانتي دي كلمة إيطالي. الجوانتي بالنسبة لكلمة من الكلمات الشائعة طبعا كلمة بنطلون. كلمة هي كلمة بنطلون جاية من الفرنسي ولا من الإيطالي؟ من الواقع إنها جاية من الإيطالي مش من الفرنسي، لأن كلمة بنطلون في مصر بتقال بنطلون، هي بالفرنسي بونتالون. بونتالون بالإيطالي بانتالوني. فواضح جدا ان كلمة بنطلون اقرب لكلمة بونتالون ولا اقرب لكلمة بنطلوني. اكيد واضح جدا انها جاية من الايطالي مش من الفرنسي، لان في اعتقاد انها جاية من الفرنسي، لا في الواقع انها جاية من الايطالي. من الكلمات الشائعة جدا في المجال ده برضو كلمة روبابيكيا. روبابيكيا اللي هي روبابيكيا جاية من الايطالي برضو، بس كلمة روبابيكيا جايه من الايطالي بس بلكنه جنوبيه. يعني هي بالايطالي المفروض تبقى روبا فيكيا. روبا فيكيا يعني هدوم قديمه. روبا فيكيا يعني هدوم ملابس قديمه. روبا فيكيا، لكن هي بتقال بروبا فيكيا بلكنه الجنوب. يعني هي الايطالي بس الايطالي بتاع جنوب ايطاليا روبا فيكيا، لان في الجنوب بيتنطق حرف الفي بيتنطق بي في بعض الاماكن وبالذات في الجنوب طبعا. من الكلمات الشائعه جدا برضو في خصوص الملابس كلمه كرافاتا. لا كرافاتا. الكرافاتا دي كلمة إيطالي طبعا. كرافاتا كلمة إيطالي واضح جدا إنها كلمة مستخدمة كتير جدا في مصر. كرافاتا. كلمة جونيلا برضو من الكلمات اللي بتتقال في مصر. جونيلا هي الجوب. الكلمة بقى اللي يعني كتير ممكن يستغرب لها اللي هي كلمة جينز. كلمة جينز جاية من الإيطالي. في بس حاجة، كلمة جينز احنا بنتكلم على الكلمات الإيطالية اللي بتستخدم في مصر ككلمات إيطالية وجاية من الإيطالي من اللغة الإيطالية بشكل مباشر. كلمة جينز يعني هي كلمة هي يعني بتتقال في مصر أو في دول العالم تقريبا مش بس مصر، بس من خلال الإنجليش. بس الكلمة أصلها إيطالي. كلمة جينز جاية من كلمة جينوا. جينوا ده اسم مدينة في إيطاليا، لأن كان بيتصنع فيها في جينوا النوع ده من القماش اللي كان بيتعمل منه الجينز. فكلمة جينز أصلا جاية من كلمة جينوا اللي هي مدينة إيطالية أصلا. لكن كلمة جينز ما دخلتش بتتقالش في مصر من خلال الإيطالي، لا، وإن كانت الكلمة أصلا من إيه، من أصل إيطالي أساسا، ودخلت في الإنجليش من خلال الإيطالي لأنها بتتكلم عن مدينة جينوا. جراتسيي.